انا عارف انت من ناشئين النادي الاهلي صح؟ اه طبعا. ايه البدايه جت ازاي؟ البدايه جت من يعني من نادي الاهلي وانا صغير جدا، م. مدرسه الكوره، انا عندي 8 سنين لسه 8 صغير. سنين. اه. وبعد كده انا كنت ساكن في مصر الجديده، امم. فكان مشوار بصراحه. امم. الجزيره. زمان كان مشوار. اه زمان كنا اه. بس كان اهل الجزيره. اه ما انا عارف. ما كانش فيه بقى خالص، هو كان النادي الاهلي بس في كانش في الجزيره، مدينه ما كانش فيه نصر. اي فروع تانية امم. خالص يعني. فكان الموضوع كان بعيد شويه، رحت نادي الشمس بقى، لعبت نادي الشمس وانا صغير. اقرب طبعا. اقرب جنب امم. البيت على طول. اه. فجت من هنا، وبعد كده رحت بقى النادي الاهلي وانا عندي يعني تحت 12 سنه. رحنا لعبنا بطوله كده في النادي الاهلي هناك، اه. وانا مع نادي الشمس. فجم اختاروني بقى وقالوا لي كابتن مصطفى حسين بقى الله يرحمه يعني، امم. قال لي انت اهلاوي؟ قلت له اه. قال لي طب خلاص تلعب في الاهلي؟ قلت له طبعا يعني. ومن هنا بقى رحت النادي الاهلي بقى، رجعت تاني وانا عندي بقى ايه، 12. 12 سنه كده بس اه. بالظبط. ففضلت بقى مكمل في النادي الاهلي لحد الفيرست تيم. اه طبعا لعبت بقى اه. كل يعني مراحل الناشئين، الحمد لله كنت هداف فرقه برضو. امم. ولاني الاول كنت بلعب باك على فكره، ما كنتش لا بلعب والله. راس حربة خالص وانا صغير، كنت كنت اخر مدافع. اخر واحد في الملعب. كنت بلعب ليبرو، زمان كان في ليبرو. ليبرو بقى، اه طبعا عارف. مش زي دلوقتي الدنيا امم. اتغيرت. ليبرو دي كان مركز حلو قوي. انا كنت بلعب ليبرو اصلا وانا صغير اه برضه. فالموضوع كان مختلف تمام يعني، الموضوع اتغير يعني بشكل غريب جدا. اه. لعبت كل مراحل الناشئين لحد لعبت منتخب مصر برضه 19 سنة، كابتن امم. هاني مصطفى ومتعب أولمبي. طبعا. وبعد منتخب مصر 19 سنة كان بطولة أفريقيا، لما رجعنا صعدوني للفريق الأول اه. وأنا عندي 19 سنة، ولعبت في الدوري أنا عندي 19 سنة مع كابتن أنور سلامة يعني. طب ازاي التغييرة دي جت اللي انت كنت باك اصلا وبعدين بقيت مهاجم؟ مين السبب في النقلة دي يعني في بص هي الملعب؟ بتحصل كتير انا قوي، بس عارف. الصدفة بتلعب ساعات. أنا كنت دايما وأنا صغير يعني كان صعب حد يرقصني يعني، اوكي. فكنت دايما يخلوني ألعب ورا. في نفس الوقت كنت سريع، كانت رجليا جامده، فكنت اه. بقى اكمل اشوط فاولات، كنت بشوط يعني. كان وانا صغير كنت فارق شويه. اه. فجيت في ال 14 سنه 15 سنه كنا بنلعب ماتش ودي. امم. وبعد كده ال كان في وينج ليفت بقى ساعتها. اوكي. وينج ليفت ساعتها اتعور، امم. فما كانش في حد، فقالوا لي طب إيه اطلع. ما كانش في حد خالص يعني احتياطي، فقالوا لي طب اطلع العب قدام، ايه امم. نزله باك. قالوا لي العب انت وينج ليفت. خلاص كان فاضل اخر 10 دقايق او كان ربع مين ساعه. المدير الفني؟ كان الكابتن مصطفى يونس. اوكي. آه فرحت لعبت قدام. فانا كنت بلعب بشمالي كويس. اوكي. فرحت من ساعتها بقى وقالوا لي ايه ده انت امم. بتلعب. رحت سريع، كنت بقى سريع بقى. اه. فكنت بطلع ناحيه على تعدي طول بقى بشمالي وبتاع. او اخش لجوه عشان اشوط. اه. اه. فحبيت المكان. حبيت المكان جدا اه. ما كنتش جربته قبل كده في اي تمرين ها؟ جبت جون في اخر 10 دقايق يعني اه. فقالوا لي ايه ده انت سريع وبتشوط على الجون وبتاع. طب ايه، طب ما اثبت تطلع بقى. قدام. ففضلت اطلع كده واحده واحده امم. لغايه ما في الاخر استقريت بقى يعني. وانا عندي 16 سنه كنت خلاص راس حربة راس حربة يعني. امم. لما طلعت الفيرست تيم كان عندك 19 سنة مظبوط؟ اه كان مين بالظبط. المدير الفني ساعتها في الاهلي؟ كان الكابتن انور سلامه. كابتن انور سلام. اه اه كان شافك بعد ما شاركت مع المنتخب وكده ولا كان متابع بص في هما كانوا القطاع؟ بيتابعونا على طول، اوكي. وكنت دايما بتصعد العب ساعات مع الفرقه الاكبر من اللي هي فرقه وليد صلاح الدين وهادي امم. خشبه والشله دي. اه. وبعد كده كنت بتصعد اتمرن مع الفريق الاول وانا عندي امم. 17 سنه. كنا بنطلع مره في الاسبوع، كان اوكي. فايتس هو اللي ماسك. ايوه. كان في تواصل اجيال يعني امم. يعني مش زي دلوقتي للاسف. امم. يعني ايامينا كنا بنقعد نتفرج على تمرين الفريق الكبير لان كله كان في نفس النادي. صح. فكنا ناشئين كنا بنتفرج على الاكبر مننا، نحضر الماتشات بتاعت الفرقه اللي فوقينا والفرقه اللي فوقينا كمان. امم. وهما بيتفرجوا برضو على ماتشاتنا اللي احنا كنا بنلعب قبليهم دايما. صح. الفريق الاول كان بيقعد يتفرج علينا وكان عارفنا واحنا صغيرين، عارف اسمائنا كويس جدا. فكان امم. في تواصل بين ودي كانت حاجة إيجابية طبعا. الفرق طبعا. امم. وبتاخد خبرة بدري بدري، وبتاخد الرهبة صح. انك تلعب في الفريق الاول من بدري بدري. اه. دلوقتي للاسف مبقاش فيه ده خالص، وده نتيجة الفروع كتير اللي اتفتحت في صح. كذا حتة. امم. مبقاش في تواصل بين الفرق بينها وبين بعض. امم. فدي مشكلة كبيرة جدا بقت. امم. الناشئين بيبقى لغاية دلوقتي عنده 20 سنة و22 سنة ونقول عليه ده لسه صغير، صح. حرام عليه. للأسف لا للأسف للأسف. دلوقتي لامين يامال كام سنة؟ 17. بيلعب فيرست تيم وأحد أهم نجوم العالم يمكن. دي المشكلة طبعا، أبرز مشكلة لعيب كبيرة عندنا دلوقتي. يعني. امم. طيب قعدت قد إيه فيرست تيم قبل ما تمشي يا كابتن تامر؟ انا انا لعبت في الدوري وانا عندي 19 أيوه. سنة.
وبعد كده لما جيت اتأيد بقى، لما اه تميت 21 سنة المفروض ان انا اتأيد في الفريق الاول، مشيت. ليه ما بقى؟ كملتش في الاهلي يعني. ليه؟ زي ما بيمشوا بيت اللعيبة يعني، عادي بيمشوا لعيبة ايوه، كتير. بس ايه اللي حصل؟ يعني الموهبه كانت يعني في باينه. لعيبة كتيرة مشيت، مش انا بس مشيت يعني. اه، كان مين ابرز اللاعبين اللي مشيت مع كابتن تاني؟ آه، بص هو فرقتنا كانت، بص في اجيال كده ساعات زي ما بيقولوا كده بلغة الكوره بتتفرم شوية. اه. لما يكون جيلين ورا بعض كويسين، فانت بتلاقي نفسك فرق بينهم سنتين مثلا. امم. فلما بيجوا يطلعوا الفريق الاول بيبقى لسه في حد في الفريق الاول، صح. ودول لسه طالعين، فعشان تطلع حد من تحت تاني كمان صعبه. صعبة جدا. امم. يمكن احنا فرقتنا كمل بس مصطفى كمال حارس مرمى، اه. قعد شوية، وبعد كده احمد سامي تقريبا قعد سنة برضه، اصلا مشي. هشام حنفي هو اللي يمكن كمل كمل. شوية. امم. آه، بقيت فرقتنا كلها مش مفيش حد خالص يعني. امم. فرقتنا كان عندنا يعني عندنا لعيب اسمه سامر عبد الرحمن، كان لعيب هايل يعني، كنا والله مسمينه طاهر ابو راح زيد. فين بعد كده؟ راح المحله، وراح يعني راح لعب في كذا حته، وسافر امم. بره ورجع تاني وحاجه كده. كان عندنا محمد سعد، كان عندنا هاني العقبي، كان عندنا امم. زكريا حسين، كان عندنا كان في لعيبه كوره كتير كويسين يعني. امم. فما كانش فيه طبعا مكان ما للفريق كانش في الاول، مكان، كان اه. فيه تخمه. اه. طيب رحت على المنصوره؟ رحت على المنصوره اه، بس انت بدعت في المنصوره، يعني يعني. كسرت الدنيا في المنصورة بصراحة. أنا فاكر إن أنت كنت عامل شغل كويس جدا في المرحلة بتاعة المنصورة دي. بص هو الحقيقه مش انا بس يعني، فرقه أنا المنصوره عارف كلها، الحقيقه الفرقة كلها الفرقه كانت كلها جميلة، كانت هايله. والجمهور والأجواء كانت حلوة طبعا قوي يعني جمهور خطير، طبعا. بيحب الكوره جدا. امم. المنصوره اكترتهم اهلاويه برضو، امم. فكانوا مستقبليني استقبال مختلف شويه. اوكي. الفرقه طبعا كانت فرقه خطيره امم. بصراحه امم. يعني. فرق الكوره كلهم لعيبه الكوره جامدين جدا. امم. الموسم ده احنا وصلنا تالت دوري، وصلنا نهائي كاس مصر، امم. وكانت فرقه بقى لها 10 سنين ما طلعتش من الدرجه الثانيه. أيوة. فدي كانت مفاجأة يعني، كان حصان اسود، وكانت مفاجأة جامدة جدا. امم. وفي لعبة كتير راحت لعبت في أندية كبيرة يعني عندك أول حاجة إمام محب مثلا، كان خد هداف اه الدوري. طبعا. السنة اللي بعديها كان عندنا عبد المنعم المنصورة مسعود راح طلعت ناس الإسماعيلي، كتير. كمونة وتامر عبد الحميد ووليد صلاح عبد اللطيف ورضا راحوا. شحاتة راحوا رضا وناس شحاتة يعني، كتير. دول راحوا الزمالك. عبد الظاهر السقا طلع احترف بره امم. يعني. وكان في لعبة كتير بقى كده، داوود امم. نصر طبعا، وكان في طارق النجار، وكان في عصام عبد الغني، وكان في يعني عماد سلامة. كانت فرقة قوية جدا الحقيقة يعني. كان عز الرجال طبعا الله يرحمه، امم. كابتن عز الرجال يعني. فكانت فرقة قوية جدا. بس للأسف ده حال الأندية الجماهيرية اه يعني، حتى للأسف الآن أصلا. احنا مفيش أندية الواحد جماهيرية بيزعل والله. مفيش للأسف صح أندية جماهيرية. مفيش خلاص. تقريبا بقى احنا دوري شركات هو يعني. 5 أندية، والباقي اه أندية شركات للأسف للأسف. الشديد يعني. ف- ده فالوضع زمان كان افضل لما انديه جماهيريه وكل ماتش بجمهور وكلام من ده، كانت متعه تانية في الكوره. طبعا أكيد يعني، لكن اللي امم. احنا فيه ده لما صعب. انت اتألقت مع المنصورة الاهلي كلمك تاني؟ يعني الاهلي كلمك بقى عايز يرجعك، ها؟ لا، عشان ما اكدبش عليك ما انا، حصلش. لا ما انا فاكر كلمونيش كويس تاني ان كان يعني. فيه اهتمام من الاهلي، يعني كان الناس تتكلم ان تامر بجاتو هيرجع الاهلي هو بص الاهلي في الوقت ده كان صعب قوي يمشي حد ويرجعه تاني يعني. يمكن اه. دلوقتي بيحصل عادي، اوكي. بيمشي يرجعه تاني. ممكن حد يكون تجرأ على مجلس الإدارة قبل ما يجي النادي امم. مثلا، وبيرجع عادي جدا، ما تجوش مشكلة. دلوقتي الدنيا اختلفت، زمان كان الأهلي مختلف خالص يعني. اه، انت مع كده ولا ضد كده؟ ايه، انت مع ان التغير اللي حصل ده عادي، ولا شايف ان ده ما ينفعش؟ انت بتقول زمان غير انا لما اجي دلوقتي. ابص على المنظومة كلها، لا مش عاجبني طبعا يعني. مش عاجبك ايه؟ المنظومة نفسها، انك تلاقي دوري كيانه كله دوري مؤسسات وشركات. امم. الجمهور مش موجود في الملاعب. للاسف. آه، الناشئين وحشين جدا، ومفيش تواصل بين الأجيال، امم. لا على النادي امم. الواحد ولا على المنتخبات. ماشي. فطبيعي جدا ان انت تلاقيه لعيبه بيوصل لغايه عنده 32 22 سنه او مم. 23 سنه، ولسه بنقول عليه ناشئ، ولسه ما خدش خبره. صح. حرام، عايزين نستنى عليه شويه. امم. فدي مشكله كبيره جدا. مش قلت لك المنظومه كامله. امم. يعني ملاعب ناشئين بالذات لسه اه، بقى احسن من كده كتير. الاهتمام بالانديه القصص دي من زمان قوي الجماهيريه، وما فيش اي جديد فيها للاسف الشديد يعني. والاهتمام بالانديه الشعبيه. ومش الانديه الشعبيه بس يعني مش شرط اهتم بس بالاسماعيلي بس. امم. لا، لازم اهتم بالاسماعيلي وكهرباء اسماعيليه والانديه التانية اللي هناك اللي موجوده صح. في صح. اسماعيليه، لان دي اللي عندها المواهب. امم. المحافظه كلها كمان. لكن احنا ما مظبوط. بالك بقى، احنا ما بنهتمش اساسا بنادي المحافظه اللي هو ايوه. الاساسي، احنا سيبناه. بقيه الانديه التانية اللي موجوده في المحافظه انديه قويه جدا، اللي هي بتطلع اللعيبه للنادي الكبير بتاع المحافظه. امم. ده ما بقاش موجود. امم. فانت
فقد جزء كبير جدا من المنظومه او البيز اللي بتطلع منه قوام اي دوري في الدنيا هي اللعيبه. امم. انت مفتقده تماما يعني. طيب ما حصلش اي تواصل من الاهلي؟ كان نفسك الاهلي يكلمك وترجع، ولا كنت حاطط في دماغك ايه الاهداف اللي كنت عايزها في المرحله بتاعت نادي المنصوره دي؟ انا ما كنتش عايز حاجه. كنتش عايز حاجه؟ لا. تلعب المتعه يعني؟ اه. لا والله. كنت عايز اثبت بس ان انا لعيب، ان انا لعيب كويس. اه. لان انا كان حلمي ان انا ابقى لعيب كوره، وكنت عايز العب في النادي الاهلي يعني. اه. فكنت عايز اللي هو اخد تحدي كده، اللي هو بثبت بس للناس ان انا، لا انتوا غلطانين، بس انا استحق ده وخلاص. لكن انا كنت بلعبها للهوايه، بحبها وخلاص. ما كنتش عايز حاجه معينه. انا امم. كنت منصور ما كنتش هروح اصلا. ما كنتش هتروح اصلا؟ ما جت ما كنتش ازاي هروح. بقى؟ جت بالصدفه. ايه بقى اللي حصل؟ يعني جت بالصدفه كده. والدي كان الله يرحمه يعني، كان اه. كان دفعه اللي هو ابراهيم مجاهد رئيس امم. النادي ساعتها، امم. واخو كابتن حسن مجاهد برضه الله يرحمه. اه. وجا الموضوع من هنا، رحت كده زياره عاديه جدا يعني، لكن مش في دماغي خالص ان انا العب. ما كانش في دماغي ان أنا العب كوره اصلا اصلا خالص؟ خالص. الله. طب امال كنت يعني؟ هسافر يعني، كنت عامل حساب ان انا اسافر بره امريكا اكمل دراستي والعب بقى بجامعه ولا حاجه هناك كده يعني. امم. لكن ما كانش في دماغي خالص. كهاوي؟ هاوي. اه. يعني انا لعبت كوره هاوي برضو، خلي بالك يعني. اه. ما انا عارف، عشان كده يمكن يعني المسيره ما كانتش اكبر وما كانش فيها تحديات لا ما اكتر، كانتش لان انت كبيره ما خالص كنتش، طبعا. ايوه انا فاهم، طبعا. لان انت ما كنتش مهتم قوي. لا كنت بهتم قوي لما بلعب. اوكي. لكن عامه ان انا راسم انا عايز اعمل حاجه، لا مش هعمل. انا بقضي الموسم بالموسم بتاعه يعني. اه ما وخلاص. ما اعرفش اعمل تربيطات، ما اعرفش ابقى اظبط مثلا حد يكون ماسك لي بقى شغلي ويوديني من هنا يجيبني هنا اه. وعقود ايه، اه. مش فارقه بالنسبه لي مش الموضوع. ما فاهم. كانش. حتى في اتفاقاتك الماديه مثلا مع الانديه لا اللي لا لعبت لا لا، فيها؟ انا اسهل واحد في الدنيا تتفاهم معاه ماديا ازاي دي. بقى؟ اسهل حد في التاريخ. لا والله. اه ولا الهوا. يعني لو مثلا ارتحت همضي، ما ارتحتش مش بس همضي حتى الموضوع لو ده. ايا كان هتاخد كام؟ لا لا لا.